السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي ايه المطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده 8 قطع جاتوه ببيضه واحده وبس. بطعم مميز باذن الله. كمان هقول لكم ايه هو سر صوص الشوكولاته اللي بعمله، واللي دايما حبايبي بيسالوني عليه. وده طبعا بالنسبه لطعمه ولونه. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أول حاجة بقى معايا هنا كوباية وربع من الدقيق، وكمان ربع كوباية من الكاكاو الغامق غير المحلى طبعا. هبدأ بقى كده أنخلهم مع بعض. هحط كمان 3/4 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان رشة من الملح. في كمان اضافه اللي هي نص معلقه صغيره من البيكنج صودا او البيكربوناتو، ودي بتيجي من عند العطار. انا بس نسيت احطها، فحبيت بس اقول لكم عليها. تاني خطوه بقى احط كده بيضايه، وكمان احط معاها كيس فانيليا، ونص كوبايه من اللبن، وكمان كوبايه من السكر. هبدأ بقى كده اضربهم كويس. دي بقى معلقة كبيرة من عصير الليمون هحطها وهضربها لمدة دقيقتين. طبعا بفصل الخلاط ويعني بضرب وبفصل لمدة دقيقتين. طبعا دي خطوة مهمة جدا لانها بتفرق في هشاشة الكيك. اخر بقى اضافة معايا هنا تلت كوباية من الزيت، هبدأ انزل بيها برضو وهضرب كويس. احط بقى الخليط ده على المواد الجافة. هنا بقى اخر اضافة معايا ربع كوباية من المية المغلية، ودي بتتحط مباشرة على خليط الكيك. يعني بغلي المية واحطها مباشرة على خليط الكيك، ما بسيبش المية تبرد. خلاص بقى خليط الكيك اهو جاهز معايا. هبدأ بقى اجيب كده صينية دهنتها بالسمنة وعفرتها بشوية دقيق، هنا خلاص بقى الخليط اهو كان جاهز معايا. طبعا سخنت الفرن كويس ودخلت الصينية لمدة 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده خليت درجة الحرارة على الوسط. قالوا بقى عقبال ما الكيكة بقى كده تجهز نحضر الكريم شانتيه. احط بقى كده 4 معالق كبار من السكر الخشن، واحط كمان كوباية من اللبن المسلق. ابدأ بقى كده في البداية اقلبهم مع بعض، يعني قبل ما اشغل المضرب هبدأ اقلبهم مع بعض. وبعد كده بقى اشغل المضرب عشان يدوب طبعا السكر مع اللبن. هبدأ بقى بعد كده انزل بكوباية من الكريم شانتيه الخام. بالنسبة بس الكريم شانتيه الخام دايما بحب اشتغل بيه عن الكريم شانتيه اللي هو المحلى، لانه بيدي نتيجة هايلة جدا لأي حلويات، وخاصة مع الكيك، سواء بقى تعملي تورتة أو جاتو بيدي طعم مميز جدا. هنزل كمان بربع كوباية من اللبن المثلج. يبقى أنا كده حطيت كوباية وربع من اللبن المثلج مع كوباية كريم شانتيه و4 معالق من السكر. بالنسبة بس للسكر الخشن لو مش حباه حطي سكر بودرة، يعني هتنزلي الأول بالسكر البودرة مع كوباية الكريم شانتيه
طبعا البودرة، وبعد كده هتنزلي عليهم باللبن المسلك. تعالوا كمان نحضر صوص الشوكولاتة الاقتصادي، ونعرف بقى أهم سرين من أسرار صوص الشوكولاتة، واللي دايما حبايبي بيسألوني عليه. معايا بقى كده نص كوباية من اللبن، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو الغامق الغير محلى. وسر مهم جدا من أسرار صوص الشوكولاتة وهو كيس الفانيليا ده. عايزة اقول لكم انه بيخلي طعم صوص الشوكولاتة يروح لحتة تانية خالص. كمان طبعا اللي بيخلي صوص الشوكولاتة غامق معايا هو نوع الكاكاو اللي بستخدمه. بجيب كاكاو من عند محل بيبيع مستلزمات الحلويات، والكاكاو اللي هو الغامق الغير محلى. ده بقى كده هو صوص الشوكولاتة. بالنسبة بس للمقادير هسيبها لكم كلها في صندوق الوصف. ده بقى قوامه اهو، ولو حابة انه يبقى اتقل من كده شوية زودي ربع كوباية من الكاكاو وحوالي كده 3 معالق من السكر، بحيث برضو الطعم يظبط معاكي. دي بقى الكيكة اهي طلعت بعد 25 دقيقة. اختبرتها طبعا بخلة من كل الجوانب، من النص، من كل الجوانب، عشان اتأكد ان مفيهاش يعني انها استوت كلها مفيهاش حاجة معجنة. تعالوا بقى الخطوة اللي بعد كده، هجيب شربات خفيف. ده عبارة عن نص كوباية من السكر، نص كوباية من المية، وعصرة خفيفة من الليمون. حطيتهم على بعض على النار وسبتهم يغلوا غلوتين. سبتهم طبعا لحد ما بردوا تمام. بعد كده هبدأ أدهن بيهم الكيك. طبعا ده عشان يطري الكيك. هجيب بقى طبعا الكريم شانتيه، وطبعا كنت شايلاه في التلاجة عشان ما يسيحش معايا في الجو الحر ده. هبدأ بقى انزل بيه بالشكل ده وهسويه. خلاص بقى سويته بالشكل ده. اخر حاجة بقى معايا احط صوص الشوكولاتة، برضو كنت شايلاه في التلاجة تقل معايا شوية، يعني ما بيتحط في التلاجة بيتقل شوية. خلاص بقى الكيك اهو جاهز معايا. ده كده بعد ما طلع من التلاجة، قعد في التلاجة لمدة 4 ساعات. هبدأ بقى اقطع بالسكينة، وكل تقطيعة هجيب منديل وابدأ انضف السكينة. طب ليه بعمل كده؟ عشان تقطيعة الكيك او قطعة الكيك تطلع شكلها كويس ومتبقاش مبهدلة. بس لو مش حابة حركة المنديل دي، ممكن تجيبي اي شفشق عندك وفيه مية سخنة، وبعد كل تقطيعة تحطي السكينة في المية السخنة، فكل طبعا اللي على السكينة هيدوب. وتبدأي تجيبي بس منديل تنشفي بس السكينة من المية، وتبدأي تقطعي مرة تانية. طبعا هنا انا كنت بسايس طبعا في القطعة. طبعا الجو طبعا كان حر، فبدأ الصوص شوكولاتة يعني يسيح شوية. عايزة اوريكم بقى قطعة الجاتو اهي بالطبقات بتاعتها، ممتازة جدا. ده بقى الشكل النهائي اهو للجاتو. عايزة اقول لكم ان الطعم فوق الممتاز.
يعني الميكس كله هايل، صوص الشوكولاتة مع كريم شانتيه الخام مع الكيك، ميكس هايل جدا والطعم فوق الممتاز بجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.